يا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا. ايس كريم فراوله في البيت منعش ولذيذ وصحي جدا، عباره بس عن فاكهه فريش بتضربيها مع شويه حاجات بسيطه جدا موجوده عندك في البيت، تديكي اطعم والذ ايس كريم احلى من الجاهز بكتير. وانا داليا، لو اول مره تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. وعشان اجهز ايس كريم الفراوله هحتاج نص كيلو من الفراوله مجمده، وزي ما هي بحالة التجمد اللي فيها مش هسيبها تفك، هحطها في الكيتشن ماشين او محضرة الطعام وانزل عليها بكوباية مليانة من الكريم شانتيه، سواء كريم شانتيه خام او كريم شانتيه محلى، الاتنين شغالين في الوصفة دي حلوة جدا. وكوباية من اللبن، يفضل يكون لبن كامل الدسم عشان الدسامة اللي فيها تدي الايس كريم غناوة وطعم مميز وجميل جدا. بنزل باللبن برضو على الفراولة وكريم شانتيه، و3 معالق كبار من العسل الأبيض أو 3 معالق كبار من السكر. بس لما بتضربي الآيس كريم لازم تدوقيه، لأني لو ولادك بيحبوا الحاجة مسكرة شوية هتحتاجي ان انت تزودي السكر معلقة كمان. بتضربي الآيس كريم لحد ما يبقى ناعم خالص، تحسي ان هو كده، بصوا، ناعم جدا وكريمي قوي في نفسه. وانتي بتضربيه لو لقيتي لونه فاتح قوي وانتي عايزه تديه لون الفراوله الاحمر الجميل، ممكن تضيفي من نقطه لنقطتين من لون طعام احمر، هيغير لونه ويديله اللون الاحمر بتاع الفراوله. انا بصراحه سبته زي ما هو كده طبيعي وما ضفتلوش اي حاجه. شايفين قد ايه هو كريمي وناعم جدا وفي نفس الوقت متماسك حتى قبل ما ادخله الفريزر. بصوا يعني هو مش محتاج حتى يخش الفريزر، ممكن يتاكل كده، طعمه تحفه. وفي بولة نظيفه ناشفه او علبه تلاجة بنزل بخليط الايس كريم واحطه في الفريزر مش اقل من 4 ساعات. ايس كريم صحي جدا بدون اي مواد حافظه، بدون اي الوان صناعيه، عاملاه بايديكي من فاكهه فريش ولبن وكريم شانتيه، يعني حاجات كلها صحيه. وممكن تزيني الوش عن طريق انك بتقطعي كم حبه فراوله قطع صغيره جدا وتحطيها على وش الايس كريم عشان يبقى شغل فاخر من الاخر. وبنفس الفكره ممكن تعملي ايس كريم اطعمه مختلفه من الفاكهة الفريش اللي موجودة في السوق، بس يكون ولادك بيحبوها عشان يستظرفوا الايس كريم وياكلوه على طول. هيبقى متوفر عندك طول الصيف في تلاجتك. لما تطلعي لولادك زينيه بقى بالطريقة اللي هم بيحبوها، ممكن قطع من الشوكليت شيبس هتدي لون وطعم لذيذ جدا. ممكن تقطعي قطع من الفراولة الصغيرة جدا وتضيفيها على سطح الايس كريم. ممكن تحطي صوص فراولة، يعني في طرق كتيرة جدا. المهم تختاري الطريقة اللي ولادك بيحبوها، جربيه هيعجبك، صحي جدا ومنعش، وألف هنا وشفا.